ايه يا مان، عامل ايه؟ بقولك ايه، انا هجيلك عشان نعمل الفكرة اللي اتفقنا عليها امبارح. طبعا انا مغير صوتي عشان عارفك عايز تفضحني، وبعدين انا نجم ما ينفعش اتلط معاك في الحوارات اللي انت بتعملها دي، ولا ايه؟ هي المايك مظبوط عندك؟ اسجل ولا ايه؟ طب تفتكر يعني الفكرة دي هتعجب الناس ولا؟ طب ما تيجي يعني نرجع سفالة تاني ونشتم ونعمل، هو ده اللي بينجح. يعني نتكلم في حاجة بجد، صح؟ ماشي خلاص بقى، يلا عشان نسجل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. عايزين نقول لكم انتوا طبعا مستغربين ان احنا طالعين المرة دي بالشكل ده. احنا قاصدين ان احنا نعمل فكرة جديدة، ويا الفكرة تعجبكم وتقولوا لنا انها حلوة فنكمل بيها، يا اما نرجع زي الاول. سفالة تي في. النهاردة هنتكلم على موضوع شاغل الناس كلها، وهي الافلام المصرية اللي بتنزل في السينما في اخر 10 سنين. اول ما اعلان الفيلم ينزل الناس بتقعد تشتم في السبكي، والناس تقعد تشتم في اعلان الفيلم، وازاي يقولوا كده في الفيلم، وايه الالفاظ دي، وايه اللحمه دي، وايه الرقاصه الجامده دي. وبعد كده نلاقي الاخبار نازله تحقيق اعلى الايرادات لفيلم مش عارف ايه وفيلم مش عارف ايه. طب ازاي الناس بتشتم وبعد كده تخش الفيلم؟ هل المشكله فينا ولا المشكله في المنتجين اللي بيعملوا الفيلم؟ حصل حاجة غريبة جدا في السينما المصرية، الأفلام بقت غريبة قوي، وبالرغم من كده بقت تحقق إيرادات عالية جدا. طب ليه ده بيحصل؟ وطبعا أكتر واحد بيحصل مع الموضوع ده هو السبكي. أنا النهاردة مش هتكلم على السبكي لوحده، أنا هتكلم على باقي الناس اللي بقوا يقلدوه. الأفلام آخر 10 سنين هم حاجتين اللي بينجحوا في الأفلام: يجيب رقاصة جديدة جامدة جدا، ولازم تكون برج. طبعا انتوا فاهمين ليه هتبقى برج. يا اما اجيب ممثل جديد يكون جسمه حلو ويقلع الهدوم في الشارع ويمسك سنجة ويمسك سيف ويقول انا مش عارف مين. كده السينما باظت يا جماعة. وعش البلبل. ايه يا عم البلبل والحاجات اللي انت بتقولها دي؟ قليل ادب. يعني انت قصدك ايه بالاسم ده؟ هل ان انت بتجيب الاسم اللي يشد الناس عشان تخش تتفرج عليه؟ يا صلاة العين. ونروح بقى على المصطلحات والالفاظ اللي بتتقال جوه الفيلم. عمال ادعك له في ظهره، هو عمال يقوقو زي القطه. السبكي بينزل الفيلم وفي الاعلان بيبقى فيه كام لفظ من الفاظه البذيئه جدا. نعم نعم نعم، ده غيرك عمل كل ما يعمل معايا الا البوس. وغير كل ده المصطلحات والايحاءات اللي بتيجي في الافلام. العب توديك 50 جنيه. كتير عليا يا اسطى. طب العب توديك 40 جنيه. انا تعبان اكتر منك يا اسطى، ده انا على شعر. والمشكله اللي حصلت من كام يوم ما بين باسم يوسف وغادة عبد الرازق، عشان اتريق عليها شويه قالت لك انا هرفع عليه قضيه عشان بيقول ايحاءات جنسيه. يا اخي يا غادة بلاش نتكلم، ده انت عملتي افلام ايه، اساطير اساطير يا غادة. انا مرة ملياس زي والبضاعة انت عارفها ومعينها كويس. وبعدين باسم يوسف بيطلع قبل الحلقة بتاعته بيقول ان البرنامج للكبار فقط. انتوا ما بتعملوش كده ليه؟ قمتوا خلاص. غير بقى الافلام الجديدة اللي بياخدوا اغاني قديمة ويعيدوها تاني بطريقة شعبي وطريقة مصرية. يعني خدوا اغنية على رمش عيونها للعبقري وديع الصافي وغيروها بقت شعبي، الراجل سمعها مات على طول. ليه ناخد اغنية قديمة كانت ناجحة جدا وحاجة محترمة جدا ونغيرها ونخليها شعبي عشان تعجب الناس؟ غير بقى ابن محمود عبد العزيز اللي واخد كل افهاته القديمة وبيعملها هي تاني. طبعا محمود عبد العزيز ممثل رائع، لكن ابنه ليه يطلع يقلده ويقول حاجات زي اللي كان بيقولها بالظبط؟ لازم ندوش الدوشة أدوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. دلوقتي عشان الفلوس السبكي يجيب اي نجم في الدنيا بفلوس. همثل وهرقص وهغني وهعمل كل حاجة وبفلوس. انت بتحكي عليا، انتوا اعلى النجاح وكله كوم وما يكسب دي كوم تاني. اهدى
اهدى. بصراحة بقت شبه الواد بتاع المدفعجية، تخينة قوي يا عم. مش عارف في الفيلم بيدوهم ايه، بينفخوهم. وبعدين طالعة تقول انا باربي، ده يعني دي لك لو سمعتها. انا باربي باربي مين؟ ولا مي سليم طالعة تغني مهرجان وبتاع وترقص، والله كنت محترم. انا سكر شهد مكرر مش هتكرر. واللي مضايقني بقى قوي اوكا واورتيجا وشحتة كاريكا، دول يتعمل لهم فيلم ويبقوا نجوم سينما. لا ويقول لك ايه 8%. يا عم في فيلم في الدنيا اسمه 8%؟ ان الايت عباره عن 2 او على بعض، ففي الفوت بتبقى اوكا واورتيجا. وغير بقى الالفاظ اللي بتتقال جوه الفيلم. في محشي اغرف لك يا روح امك ما بحبوش اخليك تحبه. يا جماعه احنا ليه وصلنا لكده؟ ما احنا كنا عايشين كويس، ليه كده يا سبكي؟ عندك احنا اهو بنعمل فن هادف، بنقول سفاله امك ومش امك، بس برضه يعني كده. عشان ما نطولش عليكم، هو ده كان موضوعنا النهارده. يا رب الفكره تعجبكم، ولو عجبتكم يلا بقى سبسكرايب وشير وظبطونا. احنا قلنا بلاش سفاله النهارده كتير، خلينا نغير شويه، عشان فعلا احنا اتشتمنا كتير وناس هجمتنا كتير، وبصراحه عندهم حق. بس يا اولاد اللي مش عاجبه ما يتفرجش. الو، ايوه يا حيوان، حرام عليك. في ايه؟ في انت ازاي تسيب صوتي في الفيديو؟ يا جدع بلمعك. يا عم بتلمعني مين ده؟ انت فشختني. فشختك؟ حرام عليك، ده السبكي كلمني دلوقتي ومطلع عين اهلي. قريت لك الجزمه ولا لا؟ الجزمه؟ هي الناس هتعرفني بجزمتي ولا بصوتي ولا بشكلي؟ منك لله يا عم، منك لله، مش عايز اعرفك يا عم تاني. خلاص يا عم. اقعد في البيت. يا عم انت كنت قاعد فيه اصلا، انت عمرك نزلت. حرام عليك. يعني انت جاي تقلب صوتك دلوقتي؟ صحيح، حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله.